ويا رب يا رب اللي بيتمنى حياتي يعيشها كاملة زي ما انا عايشاها، واللي بيبص لعيشة حد ربنا يديله عيشته. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده وصفة الحقيقة كنت عاملاها معاكم قبل كده، بس انا حبيت اعيدها تاني لان في كلام كتير جدا مضايقني ما كنتش حابة ان انا اقوله. بس بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيجيب في سيرتي، لان انا قاعدة في حالي ولا بجيب في سيرة حد ولا ليا دعوة بحد. وفجأة كده بسمع كلام وحش جدا بيحبطني وبيخليني ان انا فعلا مش قادرة اصور. انا اول ما فتحت القناة دي كنت حابة ان انا اطلع اقدم افكار كده بسيطة مع بعض، الاكلات الجاهزة اللي الاطفال بتحبها ان احنا نعملها في البيت علشان نفيد ولادنا طبعا، وما نستسهلش ونشتري اكل جاهز. وكمان الاكل في البيت بتبقى التكلفة بتاعته قليلة جدا، مش زي طبعا مقارنة باللي احنا بنشتريه جاهز، وكمان بتبقي ضامنة جودته وان انت عاملاه لاولادك حلو. طبعا انا بشكر كل متابعين الحلوين اللي واقفين في ظهري وبيساندني بكلامهم الحلو وتعليقاتهم الحلوه، انما بقى التعليقات السلبيه انا مش مسامحاهم. انا ما كنتش حابه اطلع الفيديو ده، بس بجد انا تعبت وكل ما بفكر اعمل فيديو بيحبطوني، مببقاش عايزه اطلع اعمل الفيديو. بس انا قلت وقفت كده مع نفسي، قلت لا انا مش هضيع سنتين علشان كلام حد ملوش لازمه، او زي ما بيقولوا كده اعداء النجاح. فانا مش هسمع كلام حد وهستمر ان انا افيدكم بوصفات. والوصفه دي بالذات حابه اعملها علشان في كلام وصلني مش حباه. يعني مثلا اللي تقولك ايه دي عايشه عيشه قبها وبتعمل اكل شقانق ومقانق وما بتطبخش الا بالسمنه البلدي. تعالي بقى يا شطوره اعرفك انا بعمل السمنه البلدي اللي بستخدمها في الوصفات ازاي، وازاي ما بكلفش نفسي وتبقى حاجات عاديه كلها من البيت بقدر اوفرها من البيت، وكمان علشان المصاريف وتكلفه الحياه وكده. فيلا اوريكم عملت الوصفه الحلوه دي ازاي. وبجد بجد ما تزعلوش مني لان انا تعبت جدا من الكلام ومن السلبيات، وما كنتش حابه اتكلم خالص، وده اقل حاجه يعني قلتها في اللي بيتقال عليا. فبجد من كل قلبي حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيجيب في سيرتي، انا مش مسامحاه ليوم الدين. ويا رب يا رب اللي بيتمنى حياتي يعيشها كامله زي ما انا عايشاها، واللي بيبص لعيشه حد ربنا يديله عيشته. ويلا نشوف عملنا الوصفه ازاي. دي معايا قشطه وش اللبن، بحوشها في الفريزر علشان طبعا ما تبص، لان لو في التلاجة بتعفن. زي ما انتوا شايفين بسيب العلبة في الفريزر، وكل وش بطلعه بقوم ضيفاه عليها وهي في الفريزر زي ما هي، زي ما هوريكم دلوقتي. ده معايا اللبن المغلي، بشيل منه الوش بسم الله. بغليه وبقيته ليلة في التلاجة، وبعد كده بشيل منه الوش زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. انا عامله معاكم الفيديو ده قبل كده بس حبيت اعمله تاني علشان طبعا المقدمه اللي انا قلتها لكم. بحوشه في العلبه كده، وطبعا ببقى مغطياها علشان ما يلقطش ويبقى نضيف، وبعينه في الفريزر كده. معايا بقى العلبه دي كنت مطلعاها تفك علشان اعملها قدامكم بسم الله. ما ينفعش طبعا نسيبها تفك جامد، لازم تبقى ساقعه وفيها قطعه تلج علشان تتضرب معاكي كويس. انما لو انت سبتيها ساحت خالص وبقت بارده معاكي هتعمل معاكي زي الكريم شانتيه وعمرها ما هتفصل. زي ما انتوا شايفين لازم يبقى فيها قطع تلج كده او قطع متلجه علشان تتضرب معاكي حلو. طبعا انا بقالي فتره ما عملتهاش بايدي وبعملها بالمضرب او بالعجان، بس حبيت اعملها بايدي علشان طبعا هيقولوا لي ايه ده طب ما احنا ما عندناش عجان، فلا انا هعملها لكم بايدي عادي خالص اهو زي ما الفلاحين بيعملوها، وهتشوفوا النتيجه عامله ازاي. طبعا هي ساقعه جدا، لازم تبقى ساقعه كده متلجه علشان تفصل. طبعا لو بالعجان اسهل كتير او بمضرب الكهرباء. لو هنلاحظ بدأت تتقل معايا، شايفين بدأت تتقل ازاي. الحقيقة انا بصور الفيديو ده وانا تعبانة جدا، وحقيقي ما كنتش قادرة اصور خالص، وكان اسهل عليا بكتير ان انا اعملها بالعجان او بالمضرب، بس لازم اكمل اسمع لكلام حد تاني لان انا تعبت جدا السنتين اللي فاتوا دول علشان اقدر اوصل للمستوى اللي انا فيه دلوقتي.
فمش معقول هضيع تعبي في الارض علشان ناس تافهه وكل عيشتها بس تتكلم عن الناس وشاغله بالها بحياه الناس. فيا رب اللي بيشوف حاجه في ايد حد وعايزها ربنا يديها له بزياده، واللي بيتمنى عيشه حد يا رب يعيشها. زي ما احنا شايفين بدأت تلم كده، يبقى احنا ماشيين صح. لو هنلاحظ بتعمل صوت كده، ده دليل ان خلاص هتكب الخد. احنا بنقول عليها كده تكب الخد، يعني بتفصل عن الخد. طبعا يا جماعه اكيد كلنا بنجيب لبن، معقول مش هتشربوا لبن لاولادكم حتى لو مره كل اسبوع؟ علشان كمان ما يتقالش ايه ده دي بتجيب لبن لاولادها. لا يا حبيبتي، كلكم بتجيبوا لبن لاولادكم وبتجيبوا كل حاجه في بيتكم. بس للاسف انا علشان بطلع حابه ان انا افيد حد او اقول معلومه حلوه، او مثلا اوفر عليك ان انت تشتري اكل جاهز وتعملي كل حاجه في بيتك لعيالك تضمني بياكلوها ازاي. فللاسف انت شايفه انا بعمل ايه. انما كل اللي بيتكلموا دول بيعملوا كل حاجه في بيتهم وبيجيبوا كل حاجه وبياكلوا احسن اكل، بس هم للاسف ما عندهمش قناعه ولا عينيهم مليانه. نسيبنا بقى من الكلام ده. ما شاء الله ما شاء الله، دي اللحظه بالنسبه لي المفرحه. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك، بألف هنا وشفا لي انا وولادي، ويبعد عني الحاقد والحاسد ويدي كل واحد على قد نيته. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايدي. كانت دايما حماتي لما اجي اعمل معاها حاجه كانت تقول لي قولي ربنا يحسن ما بين ايدي في اي حاجه بتعمليها. فانا اتعودت لما بعمل اي حاجه بقول كده بسري ربنا يحسن ما بين ايدي، زي ما هي عودتني. ربنا يديها الصحه يا رب وطولة العمر. شايفين ما شاء الله، سامعين الصوت؟ سامعين ما شاء الله، اللهم بارك. بدأ الخض يفصل. هتقولي هي الزبده دي صفرة ليه؟ هقول لكم لان ده لبن بقاري. طبعا اغلبنا بنجيب اللبن البقاري ونقول ايه ده ما بيعملش وش، ده خفيف. لا، لو سبتيه وحابه توفري علشان توفري على نفسك وعلى جوزك وما تحمليش على جوزك في المعيشه، كل حاجه تنفع. بتسيبيه في التلاجة بيعمل وش بسيط جدا كده، بتشيليه. ايه المشكله؟ كده كده ما بيفتكش فيه حاجه لان دي سمنه زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله اللهم بارك. تسلم ايدك يا بنتي يا مهاب، رغم انف الحاقدين والحاسدين. ربنا يحفظني يا رب من عينيهم. استنوا بقى اوريكم ايه اللحظه الحاسمه. ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. همسك قطعه قطعه كده وهعصرها كويس. ما شاء الله اللهم زد وبارك. ما خدتش معايا ضرب بالكتير قوي 10 دقايق وكانت جاهزه. بس الاهم زي ما قلت لكم سيبوا فيها قطع زبده متلجه علشان تلم معاكي على طول وتفصل. علشان لو سبتيها ساحت خالص بتعمل معاكي زي الكريم شانتيه ومستحيل تفصل. كل ما تضربيها هتلاقيها زادت معاكي كده ونفشت ومش هتلم ابدا. طبعا هلم الجوانب كده كويس. الخض اللي طلع ده طبعا مش هرميه، بعمل بيه معجنات بيبقى حلو جدا. بسم الله، هصفيه بس الاول علشان اشيل الزبده منه. ما بحبش اهدر في اي حاجه بعملها، بحافظ على نعمه ربنا زي ما بنقول كده. كده ما شاء الله اللهم بارك كميه الزبده اللي طلعت معايا. وكمان الخض مش هرميه وهقول لكم هعمل بيه ايه، وهعمله في حلقه معاكم.
يلا نشوف بسيحها ازاي. هضيف الزبده في حله على النار، بسم الله. وهضيف عليها حوالي نص معلقه صغيره ملح. انا مش عايزه المرطه بتاعتها حادقه قوي طبعا علشان وقت الحلقه، فهقف اقلب فيها على نار عاليه، لكن لو هتعمليها بتبقى على نار هاديه علشان ما تلزقش منك. بس انا لان الكميه قليله وعلشان الحق اصور الحلقه وكده، فبعلي النار عليها وبقف جنبها. الست الشاطره اللي تقدر تمشي بيتها وما تحتاجش لحد، وتعمل كل اللي عيالها نفسهم فيه. كده خلاص يا جماعه، السمنه استوت. هطفي عليها واسيبها تهدى وبعد كده نصبها. كده السمنه بردت، بسم الله هصبها. بسم الله. المرته بتاعت القشطه بتبقى مخرزه كده، فطبعا ما برميهاش، انا بحبها. هقول لكم هعمل فيها ايه دلوقتي. او كمان لو انت مش عايزه تاكليها هتضيفيها على المش بتاع الجبنه. هنقلها في حله ستانلس، هضربها بالهاند. طبعا مش هضربها في الحله التيفال علشان ما تتجرحش. بسم الله. كده خلاص. وبكده ابقى خلصت معاكم فكره النهارده. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الفكره بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.